هذا الطبق بالذات ما خصكيش تفلتيه، سجليه عندك. عندنا معروف في المنطقه بالشلحه كنقولوا ليه تقديرت بالعربيه. صراحه ما عرفتش السميه بالعربيه لانه هذا طبق امازيغي 100% كيدار المراه اللي يلاه والده او اللي كتبغي الوليدات ولا اللي عندها البروده ولا شي مشكل من المشاكل. انا كنديرو بلا مشكل بلا والو. كيعجبني هذا الطبق. هنا في كوكو درت اللحم كميه اللي بغيتي ديال اللحم، بصله مشلضه، تومه بزايد يعني 2 كركوبات ديال التومه منقين وكنزيدهم، معلقه ديال السمن الحار، هنايا شويه ديال الزعفران الحر، كنديرو في نص كاس ديال الماء. العطريه عندي فيها الخرقوم والبزار سكينجبير، شويه ديال الملحه، زيت الزيتون، صافي الحلبه. ما عرفتش واش ذكرتها ولا لا، المهم 2 معالق ديال الحلبه يكونوا منقيين ومرطب من قبل، وكنزيدها وكنقلي هادشي هذا على نار تكون مهيله حتى كتهبط ليا واحد شويه البصله، وكنروي حتى كتقرب اللحم تغطى. ما تكثروش الماء بزاف. هاد الطبق راه ما تيبغيش يعني داك المرق يكون كثير. صافي غادي نسد على الكوكوط باش طيب ليا اللحم ديالي. وهنايا درت السميده الغليظه، اللي بغا الكسكسو يديرو، اللي بغيتي البلبوله ديال الشعير اللي بغيتي. انا درت السميده الغليظه، كندير معاها الزيت والملحه، ما كنديرش معاها الماء في الطفويره الاولى، كنديرها هكاك باش كتبقى ليا الحبه رقيقه، ما كنبغيهاش تغلط. صافي هنا من بعد ما طاب اللحم كنزيدو معلقه ديال حب الرشاد تكون منقيه، ما كنردهاش للعافيه مازال. صافي كنحطها جانبا حتى كتوجد ليا السميده ديالي ولا البلبوله ولا اللي بغيتو. عاد كنبقى نسقي على هذا الشكل هذا. كنظن انني وصلت لكم الفكره مزيان. اللي كتعرف هذا الطبق ولا معروف عندهم في البلاد تقولها لي في التعاليق. بالصحه والراحه، وما تنسونيش من تشجيع الفيديو.